الصينية اللي ما يختلفش عليها اتنين. أكلة كده حرشة جميلة جدا تفتح النفس. لو أول مرة تشوفوني اعملوا متابعة للصفحة ولايك وشير وتابعوا معايا الفيديو. مبدئيا هقطع كمية حلوة من الفلفل، سواء بقى فلفل أخضر بس، فلفل ألوان، فلفل سبايسي، على حسب ما بتحبوا. هقطع كمية حلوة. ومعايا صينية على النار فيها معلقة واحدة بس من الزيت. أول لما تسخن كويس هنزل عليها بقطعة ليا مقطعاها كده قطع صغيرة، اللي هو الدهن الضاني او دهن الخروف. لو ما بتحبوش الضاني استغنوا عنها خالص، مش لازم، بس هي فعلا بتدي ريحة وطعم حلو قوي. هقلبها كده شوية لحد ما تبتدي تدبل وتاخد كده تحميرة خفيفة. هنزل بقى دلوقتي بالحلويات والدهن اللي بيكون حوالين الكلاوي اهو. هقلبها برضو كده مع ليا لحد لما تدبل ويبتدي لونها يغير. وبعد كده هنزل عليها بالقلب. هنبتدي كده واحدة واحدة بالحاجات اللي بتاخد وقت في التسوية. الحلو في الصينية دي ان انتي لو مش بتحبي اي صنف فيهم ممكن تستغني عنه، مش لازم، وتعملي الصينية عادي جدا بباقي المكونات. نزلت كده بالقلب وهقلبه بقى كده مع الكلام ده لحد ما يبتدي كده يغير لونه ويدبل اهو زي كده. هنزل بقى دلوقتي بالكلاوي. كلاوي كمان مقطعاها قطع صغيرة، بس مش صغيرة قوي ومش رفيعة قوي، سواء قلب او كلاوي عشان ما تنشفش مننا اهو. وهقلبها برضو بنفس الطريقة لحد لما تدبل. ممكن كمان تضيفي للصينية دي بس في الاخر خالص فشة، لو بتحبوها تسلقيها وتقطعيها وتضيفيها في الاخر. وممكن كمان تضيفي سجق، بيبقى حلو قوي. ممكن تقطعيه قطع صغيرة وتضيفيه مع الكلام ده قبل الكبدة. قلب كده الكلاوي مع القلب لحد ما ياخدوا كده تحميرة كده ولون حلو اهو. ودلوقتي بقى في النص هضيف معلقة كبيرة من الثوم المفروم. هو بصراحة بيدي طعم وريحة بقى فظيعة للصينية دي. عايزة اقول لكم ان الريحة من دلوقتي كانت رهيبة من قبل ما اضيف اي توابل. ريحة فعلا تحفة. هشوح كده التومة مع الكلام ده كله اهو. بعد كده هنزل بالكبدة. الصينية بتاعتي من غير طماطم او بصل اهو. اقلب بقى الكبدة كده تقليبة بسيطة، وبعد كده هضيف لها التوابل بتاعتها. توابل بسيطة جدا، شوية ملح. يعني حلو في الصينية دي ان هي شويات كده صغيرة من كل حاجة، كده كميات صغيرة هتعمل معاكي في الاخر نتيجة حلوة قوي وصينية جميلة جدا تكفي عدد افراد كبير. ملح شوية صغيرة من الفلفل الاسود، وكمان كده قطعة فلفل سبايسي. انا حطيت قطعة صغيرة لانه كان حامي قوي. ممكن تستغني عنها لو في اطفال، ممكن طبعا تزوديها لو بتحبوا السبايسي. كزبرة ناشفة حوالي كده معلقة صغيرة، ونص معلقة صغيرة من الكمون. هقلبها كده كويس مع الكلام ده. اول ما الكبده كده تدبل وتغير لونها تماما هنزل بالفلفل. وكده خلاص تقلبتين كده وخلاص تبقى الاكله بتاعتي جاهزه. ممكن كمان تعمليها في عزومه تبقى حلوه قوي وجنبها شويه ممبار تكون رهيبه. معايا كده بقى دلوقتي فلفل اخضر مقطعه صغير ونعمته كده بالسكينه. هضيف عليه معلقه صغيره من الثوم. هعمل حاجه حلوه قوي بتكون بتفتح النفس فعلا، من المقبلات اللي ممكن تعمليها جنب اي اكله. وكمان ضفت لها شويه ملح، عصره ليمونه، وكمان معلقه صغيره من معلقه كبيره اسفه من الخل الابيض. هقلب الكلام ده كله مع بعضه واجيب بقى طماطم، كام واحده طماطم كده، وابتدي كده اشققها. هعمل الطماطم المشققه، اقطعها كده بالسكينه وما وصلش بالتقطيع للاخر، مش عايزاها تتقطع خالص اهو. وابتدي احشيها بقى بالحشوه الحلوه اللي احنا حضرناها دي، على قد ما هي بسيطه جدا وما بتاخدش وقت خالص، بس بتكون حلوه جدا وتفتح النفس، وتعمليها جنب اي اكل خصوصا لو اسماك بتكون جميله جدا. وكده بقى الاكل معايا جاهز. وكمان عملت سلطه طحينه وسلطه بابا غنوج، بس للاسف مصورتهاش. عايزه اقول لكم بقى ان الصوص ده طعمه بيكون تحفه، تاكلوه كده من غير اي حاجه بالعيش كده حاف، بجد رهيب. بجد الصينيه دي طعم وريحه فظيعه، محدش يقدر يقول لها لا، تفتح النفس. وانا زي ما قلت لكم تستغنوا عن حاجات فيها لو مش بتحبوها وتضيفوا اللي بتحبوه. يا رب تكون الوصفه عجبتكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا متابعه للصفحه ولايك وشير. السلام عليكم.